كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. أهلا بكم في برنامج وما ينطق عن الهوى. فكرة البرنامج عن تعارض العلم الحديث مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أثبت صحة هذه الأحاديث. حلقة اليوم عن الزكاة علاج للمشاكل الاقتصادية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم، ولن يجهد الفقراء إذ جاعوا إلا بما يصنع أغنيائهم. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمانع الزكاة. قالها ثلاثا. لقد أثبتت الدراسات والتجارب في دول العالم، ولا سيما الدول الكبرى، أن الحد من ظاهرة التضخم المالي تتطلب اتباع سياسات ومناهج الإسلام وتشريعاته، وأن الزكاة تلك الفريضة الإسلامية التي تدعو للتقارب بين طبقات الأغنياء والفقراء هي وسيلة ناجحة للمساعدة على الحد من التضخم المالي، حيث أن الزكاة عندما تعطى للفقراء تعتبر انتقالا للمنفعة المالية، وبالتالي تزيد القيمة الحقيقية للمال، لأن المال عندما يزيد مع الفرد تبعد القيمة النقدية لديه عن حد المنفعة، فيستخدم كثيرا من المال في كماليات هذه الحياة. وعلى العكس تماما من الفرد الذي يمتلك مالا أقل، فهو ينتفع بكل أمواله في الاتجاه الصحيح قدر الإمكان. وهكذا عندما ينتقل المال بهذه الصورة من الغني إلى الفقير، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة القيمة الحقيقية للنقد، وهذا معناه الحد من التضخم. والزكاة أيضا تؤدي إلى النمو الاقتصادي للفرد، حيث أن الإسلام قد رفض اكتناز المال، وبذلك تدفع الزكاة أصحاب المال لاستثمار أموالهم حتى تدر عائدا يمكنهم ويمكنهم من أداء تلك الفريضة في تلك المال ورأس المال بلا نفع أو جدوى. ولذلك حث الإسلام على استثمار المال في العمل والإنتاج، لأنه سيعود على المجتمع كله بالقوة والثراء، لأن تنمية المال بالاستثمار ستزيد من عدد المنتفعين بالزكاة والصدقات أيضا، فضلا عن إتاحة فرص عمل جديدة ودخول إضافة لمن يعملون في ماله، وبالتالي يعود النفع على صاحبه وعلى المجتمع كله، لأن احتياجاته ستصبح متوفرة. ومن ثم فقد أباح الإسلام لولي الأمر أن يتدخلوا للحيلولة دون تعطيل الأموال وتوجيهها إلى فرص الاستثمار، إذ أن الزكاة تقلل من انسياب الأموال بشدة إلى مجرى الادخار، وتحول جزء منها إلى مجرى الاستهلاك، الأمر الذي يمنع من الركود والاقتصاد أو يعمل على تخفيضه. فعند تدقيق النظر في جوانب إنفاق الزكاة تجد أن لها آثارا اقتصادية حميدة. فمثلا الفقراء والمساكين، وهم من أوائل المستحقين للزكاة، عندما يعطون نصيبهم من الزكاة فإنهم سوف ينفقونها في قضاء حاجاتهم الاستهلاكية، سواء كانت سلعا أم خدمات، وبذلك يدعمون تيار الاستهلاك. والمعروف اقتصاديا أن زيادة الاستهلاك تؤدي إلى الاستثمار، والآثار الاقتصادية للزكاة كانت وما زالت موجودة في الإسلام. هذا وللزكاة خاصية هامة، وهي أنها لا تخرج إلا بعد تكامل النصاب، أي بعد أن يكون فائضا عن الحاجات الأصلية للمكلف، حيث إنها لا وجبت بدون اشتراط النصاب الفائض عن الحاجات الأصلية، لكن المعنى الحقيقي ذلك أنها تدفع من وحدات الدخل الأولى المخصصة للحاجات الأساسية للشخص نفسه.
وهي ذات منفعة أكبر من وحدات الدخل الأخيرة، وبذلك تكون الخسارة أكبر على دافع الزكاة أو بالتالي على المجتمع. ولكن اشتراط النوافر النصاب زيادة عن الحاجات الضرورية يجعل الزكاة تخرج من وحدات الدخل الأخيرة ذات النفع الأقل للغني في مفهوم الزكاة، وتؤول أيضا إلى الفقير الذي تزداد عنه منفعة الوحدات الأخيرة من الدخل بالمقارنة بالغني، والنتيجة النهائية هي زيادة المنفعة الكلية للمجتمع. ومن الإعجاز التقديري للزكاة كوسيلة من وسائل إعادة توزيع الدخل وتذويب الفوارق بين الطبقات إنها تفرض في جميع الأموال النامية تقريبا، فهي قد فرضت أصلا في الذهب والفضة والحلي، إذ خرجت عن الحدود المعقولة للتزين أو اقتنيت بقصد الادخار أو بقصد الفرار من الزكاة. وفي هذه الأحوال تجب فيها الزكاة، كما فرضت الزكاة أصلا في عروض التجارة والماشية والزرع والثمار، وبعد ذلك ظهرت أوراق البنكنوت كبديلا للذهب، وبذلك وجبت فيها الزكاة. ومن الحكمة البالغة في تقدير الزكاة أنها لا تكون مرة واحدة في العمر، بل إنها تتكرر سنويا، وهذا ما يجعلها أداة دائمة في إعادة التوزيع. وهذا ما نودي به في الاقتصاد والاقتصاديون في العصر الحاضر من أن إعادة التوزيع يجب أن لا تقتصر على مرة واحدة، بل يجب أن تجري على فترات دورية. والإسلام عندما حدد مصارف الزكاة لبعض الطوائف لم يقرها إلا بعد أن تستنزف هي وسائلها في الارتزاق، أو مع أنه جعل الزكاة حقا لا منحة ولا تفضيلا، فإنه لم يفعل أن اليد العليا خير من اليد السفلى، لذلك حث على الاستغناء عن طريق العمل. وفي هذا جمع الإسلام بين الحرص على أن يعمل كل فرد وبين أن يعين المجتمع المحتاج بما يسد حاجاته وييسر له الحياة الكريمة.